وجهت قاضية بمحكمة بلدة غافا ببرشلونة رسميا تهمة التهرب من دفع الضرائب إلى اللاعب ميسي، وجعلت من يوم 17 سبتمبر القادم المصادف لانطلاق منافسات دوري مجموعات تشامبيونز ليج موعدا للسماع لإدلاء شهادات اللاعب ووالده. النيابة العامة لقضاء برشلونة كانت قد أفادت في وقت سابق أن قيمة المبالغ التي يكون قد تهرب من دفعها النجم الأرجنتيني تصل إلى حوالي 4 ملايين يورو بتنازل النجم ميسي عن حقوق صورته لشركات وهمية تنعم بما يعرف بالملاذ الضريبي في بيليس والأوروغواي في الفترة ما بين 2007-2009، كما أنه لا يستبعد أن تكون عملية التحايل قد جرت خلال السنوات اللاحقة أيضا. إذا تم اعتماد شركات غير قائمة في إسبانيا وتبين أنها اعتمدت على حقوق صورة اللاعب، فمعنى ذلك أن العملية لم تتم لفترة قصيرة لعام أو عامين، بل مستمرة خلال سنوات، واستغلال حقوق الصورة تترتب عنه أرباح لشركات تعود للشخص الذي تنازل عن حقوق صورته بشكل مستمر وليس لفترة وجيزة. أصابع الاتهام باتت موجهة أكثر لخورخي والد اللاعب والقائم بأعماله على اعتباره العقل المدبر لإنشاء الشركات الوهمية حين كان ابنه قاصرا، وعليه فليس من المستبعد أن يعترف ويتحمل الوالد إجمالي المسؤولية عن كل التهم الموجهة له ولميسي. إذا وقعت جناية عدم التصريح بالضرائب عندما كان ميسي قاصرا، فهناك مسؤولية تضامنية بين كل من ساهم في اقتراف هذه الجناية. وعن هذه الجنايات القوانين المعمول بها في إسبانيا تفرض عقوبة تتراوح ما بين 2 و6 أعوام سجن أو غرامة مالية تتراوح بين 8 و25 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين يورو التي لم يتم التصريح بها. الجناية الضريبية ذات الطابع العام تترتب عنها عقوبة تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات سجن. سيف حار مليء بالقلق والحيرة يعيشه ميسي، وخريف قاس ينتظره قبل أن تنجلي الحقائق التي يتمنى عشاق ميسي ألا تؤثر على مردوده الكروي. حسن سالم، الجزيرة الرياضية، مدريد.